بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في ملعب الدويرة. نقول أنه يشرفني أن أقدم حوصلة عامة عن التجهيزات العمومية التي تقوم بها وزارة السكن والعمران، وتقوم بإشرافها على إنجاز هذه المشاريع في إطار الأحياء السكنية المدمجة، وهما لسيتي ضابطة انتيغر. بالفعل ورغبة في المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، نقوم بتسجيل مرافق عمومية لفائدة البرامج السكنية التي تنجز والتي أنجزت على مستوى التراب الوطني. كما يجدر الإشارة أنه تم تسجيل وبعنوان قوانين المالية لمختلف المرافق التربوية والصحية وكذا الأمنية للتكفل بحاجيات الساكنة، وهي موزعة حسب البرامج الفرعية والتي نقدمها لكم على النحو التالي. بالنسبة للتجهيزات العمومية للتربية والتكوين، يحتوي هذا البرنامج الفرعي على 1464 تجهيز عمومي، منها 863 مدرسة ابتدائية، 583 مدرسة منتهية من ضمن 863، وكذا 68 مدرسة في طور الإنجاز. وتبعا لتصريحات وزير السكن والعمران والمدينة، والذي ألح أن سنة 2023 وكذا 2024 ستكون سنة للمرافق العمومية بالنسبة للانطلاقات أو بالنسبة للإنجاز، أي أن سنة 2023 و 2024 ستقوم وزارة السكن والعمران بالانطلاق في جل المشاريع المسجلة على عاتق وزارة السكن، وكذا أكبر حصة بالنسبة للإنجازات في سنة 2023 و 2024 كما هو بالنسبة للسكن بصفة عامة. كما نجدر الإشارة إلى أنه من ضمن 863 فيه برنامج سينطلق إن شاء الله في الأيام القليلة، وكذا في الثلاثي الأول، وهو أقصى حد بالنسبة لسنة 2024. أي كل البرامج المسجلة ستنطلق كآخر حد في الثلاثي الأول من سنة 2024. بالنسبة للإكماليات واللي هي المتوسطات، العدد الإجمالي 392 منها 202 منتهية، 57 في طور الإنجاز، والباقي كما أشرت إليه سينطلق في وكأقصى حد في الثلاثي الأول من سنة 2024. بالنسبة للثانويات 209 ثانوية، منها 88 منتهية، 26 ثانوية في طور الإنجاز، و95 ثانوية سيتم الانطلاق فيها لاحقا كما أشرت إليه. بالنسبة للبرنامج الفرعي الخاص بالأمن والصحة، يحتوي هذا البرنامج على 284 تجهيز عمومي، منها 149 مقر للأمن الحضري، منتهية 32 و38 في طور الإنجاز. أما الباقي فسينطلق في الثلاثي الأول من سنة 24. بالنسبة للعيادات 118، 12 منتهية، 40 في طور الإنجاز، والباقي سينطلق في الثلاثي الأول إن شاء الله من سنة 2024. نشير إلى أنه قد تم في سنة 23 إنجاز ملعب براقي واللي يسمى بملعب نيلسون مانديلا، وكذلك ملعب تيزي وزو والذي انتهينا من الأشغال به 100%،
وهذا قد تم تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، والذي أمر بتحويل مشاريع واستكمالها، وهذا يدخل في إطار أشغال الملاعب الكبرى، والذي أمر بتحويلها إلى قطاع السكن والعمران والمدينة، والتي لم يضخم لإدماج هذه المنشآت في آجالها المحددة، وبوتيرة نقول عليها قد أنجزت في مدة قياسية. بالنسبة للمشاريع الكبرى التي حولت إلى وزارة السكن، منها مشروع إنجاز المدينة الإعلامية واللي تعرف بدزاير ميديا سيتي، والذي يحظى بمتابعة واهتمام من طرف السيد رئيس الجمهورية، وقد أعطيت تعليمات من طرف السيد وزير السكن والعمران والمدينة لوضع كل الجهود للإسراع في عملية الانطلاق بهذا المشروع الهام بالنسبة للجزائر. كذا هناك مشروع ويسمى بالمشروع الحي البرلماني، الذي يتكون من المقر الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة وملحقاتهم. بالنسبة للملاعب كما تعلمون أنه تم إنجاز ملعب وهران، وأنجز في ظرف قياسي بعدما تم تحويله إلى وزارة والمدينة. كذا نحن متواجدين بملعب الدويرة، وبالضبط أمام البوابة الرئيسية للمدخل الرئيسي للملعب، والأشغال به حوالي 85%، وسيسلم إن شاء الله في غضون سنة 2024. من ضمن التسجيلات هناك ملعبين تم الأخذ بعين الاعتبار وتسجيلهما في إطار عملية الإنجاز، وهما ملعب بشار وملعب ورقلة. ونشير إلى أن عملية تحضير دفاتر الشروط متواصلة، وسيتم إن شاء الله الانطلاق فيهما في غضون سنة 2024. هذا بالنسبة للملاعب والتجهيزات الكبرى اللي يعرف بلي بروجي اللي وزارة السكن والعمران والمدينة ستتخذ كل الإجراءات من جهة للانطلاق في هذه المرافق العمومية والإسراع في إنجازها، وكذا تسليمها في وقتها المحدد. لا فاق 2024. قد ذكرتم أن ملعب تيزي وزو مستلم واستلم في سنة 2023. دونك الاستلامات اللي راح تكون إن شاء الله في غضون سنة 2024 تتمثل في ملعب الدويرة إن شاء الله، الانطلاق في أشغال ملعب بشار، الانطلاق في أشغال ملعب ورقلة، الانطلاق في ميديا سيتي. بالنسبة ميديا سيتي انطلقت الأشغال راها جارية. بالنسبة الانطلاق في الحي البرلماني اللي راح يكون في سنة 2024، وكذا الانطلاق في برنامج 24 المسجل ضمن حقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة بالنسبة للإحياء المدمجة. الانطلاق الفعلي البرنامج مسجل في 2024 وسينطلق إن شاء الله في 2024. وهذا إلحاح من السيد وزير السكن والعمران والمدينة للانطلاق الفعلي في كل المرافق العمومية المسجلة في حقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة.